أحيل على التقاعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقطة الأسرية في حفل بهيج ووسط أجواء مفعمة بالوفاء والتقدير. نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة برشيد بالشراكة مع المجلس الجماعي حفلا تكريميا لفائدة الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2025، حيث تخللت هذا الحفل البهيج كلمات ألقيت على شرف المتقاعدين، كما تضمنت الكلمة التي ألقاها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة السيد ويسي نعيم عبارات الشكر والامتنان، حيث اعتبر أن هذا الحفل بمثابة اعتراف بالخدمات التي قدمها الزملاء والزميلات المحالين على التقاعد، وذكر بالخصال التي كانوا يتصفون بها طيلة مشوارهم المهني، داعيا في نفس الوقت بالرحمة والمغفرة إلى كل الموظفين الجماعيين الذين وافتهم المنية. وشهد الحفل لحظات مؤثرة من التقدير والاعتراف، حيث جرى تكريم الموظفين المتقاعدين عبر تسليمهم شواهد وأذرع التكريم بالإضافة إلى مبالغ مالية، كما فاز عدد من الموظفين المتقاعدين بعمرة لكل منهم مهداة من الجمعية، بالإضافة إلى عمرتين تكلفت بهما رئيسة المجلس الجماعي. وفازت فئة أخرى من المتقاعدين بعطلة سنوية مهداة من طرف الجمعية، ويبقى كل ذلك عربون امتنان لمسارهم المهني وما قدموه من تفان والتزام. الحدث السنوي الذي دأبت جمعية الخدمات الاجتماعية على تنظيمه احتفاء للمجهودات التي بدلها المكرمات والمكرمون، وهذا أقل واجب. وبهذه المناسبة كرمنا كذلك السيدة الرئيسة بمناسبة اعتلائها رئاسة جماعة برشيد كأول امرأة تعتلي هذا المنصب ببرشيد، وكذلك قمنا بتكريم الحاج عبد الرحيم كاملي الرئيس السابق نظير الخدمات الجليلة اللي دأب على القيام بها مع الساكنة ديال برشيد، وكذلك إبان الولاية ديالو، واللي احنا كجمعية ما يمكنش أن ننساو الخدمات الجليلة اللي قدمها. غير بالمناسبة كنذكر بأن المنحة ديال الجمعية في الوقت ديالو استضعفت 4 مرات، من كنجدد الشكر ديالي للحاج عبد الرحيم كاملي، وكذلك تم التكريم ديال الحاج طربوز كرئيس سابق نظير الخدمات الجليلة اللي قدم. أشكر جزيل الشكر أعضاء الجمعية ورئيسها والأعضاء الذين ساهموا على إنجاح هذه أصبحت كموعد سنوي للقاء الموظفين والموظفات مع الأعضاء، مع جميع الفاعلين الجمعويين، مع جميع الموظفين والموظفات والعمال، للتقرب مع بعضهم وكإحياء صلة الرحم بينهم وإظهار المحبة التي يكنونها إلى بعضهم، وعلى خدمة هذه الجماعة وإعطائها شعلة نادرة ما تعطى إلى جميع الجماعات للسير بها إلى الأمام من طرف العمال والموظفين والموظفات وخدمة الصالح العام. أنا جد فخور اليوم بين الزملاء ديالي الموظفين ديال جماعة برشيد، مشكورين على هذا الحفل البهيج اللي كيجمع ما بين القلوب ديال الموظفين وديال العمال وديال المنتخبين. وبصراحة هذه الجمعية هي جمعية تعاضدية كتصب في شؤون ديال الموظف وديال العامل لتحقيق بعض المتمنيات اللي يقدر الموظف ولا العامل أنه ما يقدرش ينجزها لوحده. في تنمية هذه المدينة فلا يمكن. وجسد هذا الحفل أهمية هذه المبادرات التي ترسخ قيم الوفاء والتحفيز داخل الجماعة الترابية، كما شكل هذا الحفل رسالة واضحة
مفادها أن الجهود الصادقة التي بذلها المحتفى بهم طيلة عمرهم الإداري لا تضيع، وأن العطاء المخلص يجد صداه دائما في قلوب الناس وفي صفحات التاريخ الجماعي. فهنيئا للمكرمين بهذا التكريم المستحق، متمنين لهم حياة ملؤها الصحة والسعادة وطول العمر.